السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دي قناة تايم سبورت التردد الأرضي، دي تايم سبورت الأرضية اللي هي هتذيع ماتش الزمالك والترجي النهاردة. دي تايم سبورت التردد الأرضي اللي هي هتنقل الماتش بتاع الزمالك والترجي. هقولك ازاي تقدر تستقبل القناة دي بالجودة اللي انت شايفها دي، والصورة 10/10 زي ما انت شايف كده. تابع معايا. مبدئيا عشان تقدر تستقبل القناة دي على الشاشة عندك، لازم الشاشة عندك تكون بتدعم حاجة اسمها البث الأرضي الرقمي، البث الأرضي الرقمي. لو شاشتك ما فيهاش خاصية البث الأرضي الرقمي يبقى مش هينفع تستقبل القناة دي، يبقى لازم تجيب رسيفر للبث الأرضي الرقمي، رسيفر مخصص للبث الأرضي الرقمي زي الرسيفر العادي، زي الرسيفر العادي، بس دوكا بيبقى ايه، مخصص للحاجة اسمها البث الأرضي الرقمي، اللي هو بيجيب القنوات اللي هي منقولة على البث الأرضي الرقمي، غير الرسيفر التاني ده. وده سعره هوريهولك أنا أهو، هوريك أنا الرسيفر البث. طبعا أنت لو الشاشة بتاعتك ما بتدعمش يبقى أنت هتحتاج رسيفر البث الأرضي الرقمي زي ده رسيفر البث الأرضي الرقمي أهو. ده رسيفر البث الأرضي الرقمي، بيبقى فيه مدخل الاريال أهو، ده مدخل الاريال أهو زي ما أنت شايف أهو. وده لو الشاشة بتاعتك ما بتدعمش البث الأرضي الرقمي. لو شاشتك ما بتدعمش البث الأرضي الرقمي فأنت هتحتاج، عشان تقدر تجيب قناة تايم سبورت دي، يبقى أنت هتحتاج رسيفر البث الأرضي الرقمي اللي هو زي ده كده. وده سعره من 200 جنيه فيما فوق، يعني زي الرسيفر العادي بالظبط، نفس السعر، من 200 جنيه وانت طالع. ده بالنسبة لو شاشتك ما بتدعمش حاجة اسمها البث الأرضي الرقمي، يبقى انت هتحتاج رسيفر البث الارضي الرقمي ده، وده موجود بينباع في كل مكان. ثانيا لازم تعمل حاجة، تجيب اريال. لو انت ما عندكش اريال لو انت ما عندكش اريال دي فكرة اريال. هتجيب خشبة 60 سنتي، خشبة طولها 60 سنتي، وتجيب علبة كنز وتقصها كده، وهنا علبة كنز وتقصها اهي زي ما انت شايف اهي. دي علبة كنز ومربوطة ومثبته بمسمار، وهنا علبة كنز ومثبته بمسمار، وهنا السلك مربوط في المسمار، والسلك الطرف التاني مربوط في المسمار. ده فكرة اريال اهي، مش مكلفة ولا اي حاجة. خشبة عبارة عن خشبة 60 سنتي ومثبت عليها علبة كنز. دي فكرة اريال. وهتجيب معاك القناة زي ما انت شايف بالصورة اللي انت شفتها دي. وهتحتاج بقى جاك اللي هو ايه، اسمه جاك ار اف، وده تمنه 5 جنيه. هوريهولك انا اهو. ده الجاك ده ب5 جنيه، ده اللي هيدخل في الشاشة عشان تقدر تستقبل قناة تايم سبورت، اللي هو الجاك ده سعره 5 جنيه اهو، وموجود في كل المحلات ومنباع ب5 جنيه. جاك ار اف اهو ب5 جنيه، هيدخل في المدخل بتاع الشاشة او مدخل الرسيفر ده اهو. لو الرسيفر بتاعك البث الارضي الرقمي هيدخل في المدخل ده. مفيش عندك رسيفر يبقى هتحتاج بقى ايه، والشاشة بتدعم فهتدخله في الشاشة كده بس. طيب بالنسبة بقى لو انت في منطقة بعيدة عن الارسال الارضي، عن البث الارضي، في منطقة بعيدة والقناة مش قادر تجيبها، فانت هتحتاج بقى بوستر، حاجة اسمها بوستر تقوية القنوات. بوستر تقوية القنوات، وانا هوريهولك دلوقتي. اه ده بوستر تقوية القنوات اه. فانت هتحتاج بقى بوستر زي ده كده. لو القناة انت مش قادر تستقبلها سواء على الشاشة او على الرسيفر، فانت هتحتاج بوستر تقوية القنوات اهو. ده بوستر تقوية القنوات، ده بوستر بيقوي القنوات الارضية، وبيجيبها لك صورة 10/10 زيها زي صورة الدش بالظبط اهي. ده اسمه بوستر تقوية القنوات، وده موجود وسعره من 250 جنيه
ل 300 جنيه، من 250 جنيه ل 300 جنيه. او ممكن انت بقى تدور عليه في اي سوق خردة قديم وتجيبه. اي سوق خردة قديم تقدر تجيب منه البوستر ده، ممكن تلاقيه في اي سوق خردة. يعني ده مثلا انا جايبه من سوق خردة، البوستر اللي قدامك ده جايبه من سوق خردة اهو. والله كنت جايبه ب5 جنيه، والله كنت جايبه ب5 جنيه البوستر ده من سوق خردة، وكان شغال ومية مية. انا جبت القطعة دي كانت ب5 جنيه اهي، دي جبتها ب5 جنيه، ودي مش فاكر كانت 3 جنيه او 4 جنيه، وظبطتها اهي. ولفت ديت على ديت وروقتهم الاتنين وشغالين اهو. طريقة تركيبه بقى اقول لك على طريقة تركيبه اهي. اهي هو راكب اهو، بس انا هوريك طريقة تركيبه. معلش العملية متعبكة، السلوك مش متظبطة، المكان مش مظبط السلوك، عشان انا ماسك التليفون وبصور بايد. بص يا سيدي، يعني خلينا هنا في القطعة دي. القطعة دي المدخل ده فيه هنا سلك نحاس اهو وسلك شعر. مدخل اهو تحط السلك النحاس هنا والشعر هنا، وهيتوصل بدي دي ودي دي ودي، يبقى ديت ودي هيوصلوا هنا اهي. خلاص. طيب ده هيدخل على المدخل بتاع التلفزيون، على الحتة اللي هي ايه دي، على الجاك اللي انا وريتهولك ده اللي هو ب5 جنيه ده. يبقى الجاك ده هيوصل بسلك نحاس هنا والشعر هنا، وهيوصل هنا وهنا. خلاص. ديت ودي هيوصلوا هنا وهنا، ودي طبعا في الشاشة بتاع التلفزيون، او لو عندك الريسيفر اللي وريتهولك هتخش في الريسيفر. بالنسبة لدي، دي هيتوصل فيها الاريا اللي انا وريتهولك، اللي هو ده اهو، اللي انا عامله ده، اللي هو بعلبة الكنز ده. خلاص. الطرفين الاتنين هيوصلوا هنا، النحاس هنا والشعر هنا اهو، وبتقفل عليهم وبتوصلوا فين في الاريا اللي انا عامله ده. ده بالنسبة لو انت قاعد في منطقة الارسال بتاعها ضعيف، فانت هتضطر انك انت تجيب البوستر ده. اما لو انت مثلا في القاهرة او اسكندرية او الكلام ده كله، فالارسال شديد هناك وبراج البث كتير، فمش هتحتاج مش هتحتاج بوستر ولا حاجة، هتحتاج بس دي هتعملها وهترميها في الشباك او تحطها على السطح، وهتجيب معاك صورة 10/10 وحاجة 100/100. والقناة زي ما انت شفت كده. بس ده كان فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة. لو ما عجبكش ما تعملش اشتراك ولا تعمل لايك، وبراحتك. والسلام عليكم ورحمة الله.